السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ان شاء الله النهارده فيديو جديد. هنعمل مع بعض النهارده البوريك التركي، بس هنعمله بالجلاش بتاعنا العادي، وكمان هنحشيه كبد وقوانص. وعايزه اقول لكم ان الكبد والقوانص في حشوه بقى الجلاش او حشوه البوريك حلوه جدا وطعمها حلو قوي، ان شاء الله هتعجبكم. يعني لو عندك عزومه ولا حاجه وعملتيه بيبقى حاجه كده شكلها شيك قوي في العزومات، وزي ما انتم شايفين كده شكله وطعمه كمان حلو قوي. ان شاء الله لما هتجربوه هيعجبكم قوي. تعالوا بقى نشوف هنعمله ازاي مع بعض. بس اتمنى لو انتوا جداد عندي في القناه اشتركوا فيها وفعلوا الجرس عشان كل ما انزل فيديو ان شاء الله تتفرجوا عليه. تعالوا بقى نقول بسم الله ونبدا بالمقادير. اول حاجه عندي بصلتين كبار عملتهم في الكبه كده عشان عايزاهم يكونوا ناعمين شويه. بعد كده عندي حبيتين من الفلفل الرومي قطعتهم مكعبات. بعد كده بقى نص كيلو من الكبد والقوانص، غسلتهم طبعا كويس جدا وفصلت الكبد عن القوانص والقلوب. يعني القوانص والقلوب لوحدهم زي ما انتم شايفين، والكبد لوحدها، ومقطعاهم صغير قوي عشان عايزاهم يكونوا في الحشوه كده صغيرين، ما يبقوش قطع كبيره. دلوقتي حطيت طاسه او حله بقى على النار، وحطيت فيها شويه من الزيت. هيستنى ان هم يسخنوا معايا كويس قوي. بعد كده هنزل بقى بالبصل علشان اديله لون ذهبي كده على خفيف زي ما هتشوفوا دلوقتي. هقلب فيه كده لحد ما ياخد لون معايا بسيط، وبعد كده نشوف بقى هنعمل ايه. هنا خلاص خد اللون معايا، اللون ذهبي كده بسيط. دلوقتي بقى هجيب القوانص والقلوب اللي انا مقطعاها وهنزلها بالشكل ده. هشوحها بقى مع البصل شوية، يعني لمدة من 5 ل7 دقايق كده في الاول. احنا عارفين ان القوانص بتاخد سوا شويه عن الكبد. وعايزه اقول لكم كمان ان انا ساعات بسويهم مع بعض، بس لما بكون عايزه القوانص مستويه زياده شويه فبسويها لوحدها الاول. هنا بعد ما قلبتهم بقى مع بعض كده لمده يعني من 5 ل7 دقايق. دلوقتي بقى ايه، هنزل الكبد وهقلبها واشوحها معاهم. واول ما الكبد عندي تغير لونها هبدا انزل بقى التوابل اللي هتشوفوها دلوقتي. عندي بقى التوابل من كل حاجة نص معلقة فلفل أسمر و7 بهارات وكزبرة وكمون وبابريكا وكمان ملح وفصين من التوم. فصين من التوم بيدوا ريحة حلوة قوي للكبد والقوانص بالذات. وبعد كده هجيب حتة صغيرة خالص أو قطعة صغيرة خالص من عود قرفة وهنزلها عشان لو في أي زفارة عود القرفة أو حتة القرفة اللي احنا بنحطها دي بتشيلها على طول. زي ما انتم شايفين كمان انا حاطه حته صغيره عشان ما تاثرش على الطعم، وعشان كمان ما يبقاش طعمها قوي. وبعد كده بشيلها طبعا لما بكون هستخدمها في اي حشوات. دلوقتي كمان بنزل معلقه كبيره من دبس الرمان، لو متوفر زودوه، مش متوفر خلاص، بس هو بيدي لون حلو قوي للكبد والقوانص عموما. بعد بقى ما تشوحوا مع بعض كويس، دلوقتي بقى هجيب الفلفل وهبدا ان انا هنزله كده معاه. بعد كده بقى هقلبهم وهغطي عليهم وهسيبهم ان هم يستووا مع بعض. هياخدوا حوالي 7 من 7 ل10 دقايق، وهتكون الكبد والقوانص جاهزة معانا او الحشوة بتاعتنا جاهزة معانا. زي ما انتم شايفين عشان احنا منزلين كل حاجة على النار او على طاسة سخنة، الكبد والقوانص ما نزلتش اي مية ولا اي حاجة خالص ولا طلعت. عايزة اقول لكم اصلا ان هي كانت ريحتها تحفة يعني. هنا خلاص كانت بقى جهزت معايا وهطفي عليها بقى النار. دلوقتي بقى هنجهز السقية بتاعة الجلاش او بتاعة البوريك. حطيت عندي بولة كده وحاطة فيها رشة من الفلفل ورشة من الملح، وعندي بضاية وكوباية من الحليب او كوباية من اللبن. بعد كده عندي ربع كوباية من الزيت عليها 3 مكعبات من الزبدة، يعني ربع كوباية من الزيت قصادها ربع كوباية من السمنة او من الزبدة. تمام كده. دلوقتي ربيت البيضة كويس قوي في الاول مع الملح والفلفل، وبعد كده نزلت عليها السمنة. زي ما قلت لكم دي سمنه وزيت، وكمان خدت منهم يعني نص الكوبايه دول خدت منهم ومسحت الصينيه اللي انا هحط فيها بعد كده. دلوقتي ضفت اللبن وكده خلاص بقى المكون بتاعنا او السقيه بتاعتنا بقت جاهزه معانا. دي الصينيه اهي اللي انا هعمل فيها او هحط فيها بعد كده. جبت بقى لفه الجلاش، دي لفه كانت 400 جرام بالظبط. وهبدا اخد بقى من الخليط ده وهاخد ورقه وحطيتها بالعرض كده، طبعا حطيها على قد مقاس الصينيه عندك. وهدهنها الاول كويس قوي، هدهن الوش بتاعها كويس قوي.
بعد كده هجيب ورقه تانية وهحطها كده بالشكل ده. بس عايزه اقول لكم ان في الوقت ده لازم تكوني بتشتغلي بسرعه شويه، علشان خلطه السقيه اللي احنا حطيناها دي هتخلي العجينه تطرى معاكي وبعد كده مش هتعرفي تشيليها. بس وهاخد بقى من الحشوه بعد ما سبتها بردت شويه، وهبدا ان انا احط كده. طبعا ايه، اعملوا بقى او حطوا الكميه اللي انتوا عايزينها. بعد كده بقى هبرمها او هعملها رول كده زي ما انتوا شايفين. وهجيب بقى الصينيه وهحطها فيها كده بالشكل ده. هنا بقى خلصت الصينيه، بس كنت عايزه صينيه اصغر شويه، لان زي ما قلت لكم الجلاش كان حجمه او وزنه كان 400 جرام، فكنت عايزه صينيه اصغر شويه. بس اتعاملت في الصينيه دي عادي، مفيش طبعا اي مشكله. بصوا حطيتهم على جنب كده، وبعد كده بدأت بقى ان انا اقطعهم. جيت من النص وقسمتهم على 2، وبعد كده كل قطعة قسمتها برضو على 2. شغلت الفرن عندي بقى على درجة حرارة كده 200، وهدخلها في الفرن من تحت. وبعد كده هبقى اشغل عليها الشواية بعد ما تاخد معايا لون ذهبي من تحت. هتاخد معايا في الفرن حوالي 25 دقيقة، ما بتاخدش وقت خالص، وبتكون جاهزة معانا. هنا بعد ما قطعتهم بقى كويس، اتاكدي ان انت قطعتيهم كويس عشان بعد كده لما تيجي تطلعيهم او تقدميهم يبقوا سهل يعني في التقديم معاكي. وهجيب بقى بقيه التشريبه اللي احنا جهزناها مع بعض، وهبدا اخد منها وبالفرشه كده، وهدهن الوش عندي كويس قوي علشان تاخد معايا لون حلو، علشان كمان تطلع مورقه كده وحلو. ادهنها كلها كده بنفس الطريقه، وكمان بقيه الكميه اللي هتتبقى هنزلها عليهم كده بالشكل ده. عشان الصينيه بقى عندي كانت كبيره شويه، فهميلها كده بحاجه، يعني هسندها بحاجه بحيث ان هي الجلاش عندي او البوريك عندي يشرب كل الكميه اللي انتوا شايفينها. هنا بقى بعد ما سبتها شويه، ما يعني ما بدخلهاش الفرن على طول، بسيبها بره 10 دقايق ولا حاجه، وبعد كده بدخلها الفرن. زي ما قلت لكم بتاخد 25 دقيقه، وبتكون تطلع معانا بالشكل ده. شايفين بقى نص ونص الصينيه اللي انا مخبياه ده اللي هو اصلا ما فيهوش، هو مش نص الصينيه ولا حاجه، هو كانت عايزه بس ورقتين او 2 رول كمان يعني، والصينيه تكمل معانا. جربوه بقى ان شاء الله هيعجبكم. وطبعا لو الفيديو عجبكم تنسوش تحطوا لايك واشتركوا معايا في القناه، عشان كل ما انزل فيديو ان شاء الله تتفرجوا عليه. بصوا شكله عامل ازاي، ما شاء الله كان مورق قوي، حلو قوي. لما تجربوه هيعجبكم قوي. دي كانت نهايه الفيديو بتاعنا النهارده. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامه.